الادعاء الآن هو جزءا من الحكومة، وفي الحكومات المعاصرة ليس هناك ادعاء الآن جزءا من لا يجب أن يكون جزءا من الحكومة، يجب أن يكون في معظم البلدان يكون جزءا من مجلس القضاء وهيئة مستقلة، وأن يأتي بدوره. فاستئصال الفساد هو من أهم النقاط الذي يجب المعارضة يعمل عليها، والمشكلة الرئيسية التي تكون في المستقبل. ولكن قبل هذا يجب أن نفكر ببناء المؤسسات، وهذا ممتاز. هو المهم. خلينا نستثمر الوقت المتبقي مع حضرتك من خلال دورنا الرقابي والضغط. حتى استثمر الوقت المتبقي مع حضرتك أستاذ شاسوار، أسأل عن نقطة ذكرتها في بداية الحوار، أنه المشروع الآن بالنسبة لحراك الجيل الجديد هو أن ننتقل خطوة بخطوة. نعم، كانت لديكم مقاعد قليلة، الآن لديكم 9 مقاعد، تفكرون بما هو أكثر وصولا إلى نقطة استلام السلطة في إقليم كردستان. لديكم تخطيط، لديكم مدة زمنية محددة للوصول لهذه المرحلة، مرحلة استلام السلطة في إقليم كردستان بوجود البارتي واليكتي؟ نعم، طبعا للمعلومات مشاهدينا الكرام، نحن فقط خلال 3 سنوات وصلنا من لا شيء، من 40 حزب سياسي موجود في إقليم كردستان. نحن الآن في المرتبة الثانية إقليم مناطق وكعراق، لأن اتحاد تقدم علينا من كركوك والموصل، ولكن احنا المحافظات في إقليم الكردستان داخل إقليم الكردستان نحن في المركز الثاني، لأن اتحاد كان متحالفا مع الجهات الأخرى. نحن وحدنا في المركز الثاني ب3 سنوات. فعندنا إن شاء الله في السنة المقبلة الانتخابات الجاية، والخلاف بيننا، الفارق بيننا وبين الديمقراطي الكردستاني فقط 300,000 صوت. مع العلم عندك أكثر من 2,400,000 مواطن لم يصوتوا في إقليم الكردستان. فشعارنا من الآن للسنة الجاية إنه حراك الجيل الجديد سوف يكون الحزب رقم أول في إقليم الكردستان، وهكذا ندخل الانتخابات المقبلة في المستقبل. وفي جميع الأحوال أخي العزيز، إنه يأتي يوم، إذا مو السنة الجاية، ولو إحنا متفائلين إن شاء الله، وفقط يحتاج شوية نسبة المشاركة أكثر من المواطنين، يأتي هذا اليوم بعد الغد، بعد السنة. لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لا يستطيعون دائما أن يشكلوا حكما لنفسهم. فهناك معارضة قوية داخل الإقليم الكردستاني، ليس معارضة سياسية وحزبية فقط، وإنما نحن مرات نمثل 2.5 مليون مواطن كردي الذي لم يأتوا للتصويت، إنما بسبب عدم إيمانهم بالانتخابات، أو عدم إيمانهم بالأحزاب بالمطلق، أو عدم إيمانهم بالجيل الجديد. ولكن نحن نشتغل عليهم، وإن شاء الله في الأيام والشهور والسنين القادمة سوف نستدرج قسما كبيرا من هذه المواطنين الذي لم يصوت، نستدرجهم للتصويت، والتصويت للجيل الجديد، وجعل الجيل الجديد حزب رقم أول في إقليم الكردستان إن شاء الله.